أهلا بيكم معايا النهاردة واليوم ال 18 من شهر رمضان الكريم، وإن شاء الله تكونوا مستمتعين بيه وربنا يتقبل منكم كل الطاعات بإذن الله. والنهاردة عشان برضو ما طولش عليكم، غالبا هطول بس اتس اوكي. هنتكلم على سؤال أو الفزورة ال 18 بتاعتنا النهاردة، والفزورة ببساطة بتقول: إيه لغة الحب الخاصة بيك؟ سمعتوا عن حاجة اسمها لغة الحب؟ مين اللي سمع؟ مين اللي عمل لغات الحب؟ جاري تشاكمان هو مؤلف أمريكي ومقدم برامج إذاعية، واشتهر بسلسلة كتب لغات الحب الخمسة اللي بتتعامل مع العلاقات الإنسانية، وكان كمان قسيس. وهو اللي اتكلم على موضوع اللغات الحب دي، وقال إن في 5 لغات للحب من وجهة نظره. طب يعني إيه أساسا لغة الحب؟ يعني طرق التعبير عن الحب، يعني الطريقة اللي أحب بيها واللي أحب أتحب بيها. نقول كمان: تخيلوا لو أنا بتكلم معاكم أهو، أنا بتكلم معاكم بالعربي. أنا قاعدة في كندا فهتكلم مع الأجانب أو الكنديين، هتكلم معاهم بإيه؟ لو اتكلمت معاهم بالعربي، هل هيفهموا حاجة من اللي أنا بقوله؟ هل هيوصل لهم أي معلومة؟ مش هيحصل. لو أنا معرفش إنجليزي وجيت عشت هنا، برضو أنا مش هفهم أي حاجة من اللي هما بيقولوها. فاللغة هي طريقة للتعبير، عشان كده هو أخد الكلام ده وعمله لغات الحب، عشان بس تقرب لنا المفهوم إن كل واحد فينا بيحب بطريقة مختلفة. هو اتكلم على 5 لغات. اللغات دي بتقول: أول لغة منهم لغة ال words of affirmation، أو الكلمات اللي تشد العضد كده زي ما بيقولوا. يعني إيه؟ الكلمات اللي تبني، الكلمات اللي تخلي البني آدم يحس إن هو محبوب، يحس إن هو شاطر، يحس إن حد مؤمن بيه. الكلمات اللي فيها تشجيع، الكلمات التأكيدية اللي بتأكد على كيان البني آدم وعلى قدراته. طبعا مش اي كلام، عشان في ناس غاويه كلام انهزامي، او غاويه تقطيم، او غاويه سخافه او غاويه تقليل من الاخر، او غاويه هجوم. الحاجات دي كلها ما تنفعش. فلغه الحب الاولى هي لغه الكلمات الايجابيه، او الكلمات التوكيدية اللي بتساعد البني آدم إن هو يحس بذاته ويبني ثقته في نفسه. زي كلمات إيه؟ أبسطها please and thank you، إن أنا أقول لحد من فضلك وإني أشكره على أي حاجة بسيطة. أوكي، دي مهمة جدا. إن حد يبقى داخل على حاجة كبيرة ما أقولوش: ييه وأنت فاكر لما عملت كذا وغلطت في القرار الفلاني وانت مش هتفهم بقى ومش هتاخد بالك. ده كل ده كلام وحش. فلما اجي اقول له بقى حد داخل على حاجه صعبه جديده، اقول له: انت قدها وقدود، لا لا تقدر. طب ايه محتاج؟ حاجة اساعدك ازاي؟ بس انا عايزة هنا ابني. لما حد يبقى داخل اجتماع برضو اشجعه، اقول له: لا لا عادي، ريلاكس كده وادخل وانت تقدر تعمل ده، مفيش اي مشكلة. حاجات تبني. لما يجي يقول لي على نجاح، اقول له: الله برافو، عملت كده ازاي؟ لما يبقى شاكك في نفسه، اقول له: لا بص، انت بتعرف تعمل اورجانيزيشن كويس مثلا. يعني على حسب احنا عارفين البني ادم ايه الحاجات الكويسة اللي فيه. خلوا بالكم يا جماعة، في لغات الحب دي ما تبقاش إنسان فيك أو إنسان غير حقيقي، أو ما تقولش كلام ما انتش قده، ما تقولش كلام مش في الآخر. ده مزيف، ده زيف. الزيف بيبان على طول وبيتحس، وهيفقدك الثقة بينك وبين الإنسان ده. لكن لو أنت عارف البني آدم ده، يبقى تقدر تفهم منه أو تعرف منه عشان تعرفه. لو عارفه يعني عارف نقاط القوة اللي فيه. فلما يجي في موقف هو مش مهزوز فيه، أفكره بنقاط القوة اللي فيه. انت لا تقدر. ليه؟ فاكر لما كان عندك التشالنج الفلاني وقدرت وعملته حتى في زمن قليل؟ فاكر لما كنت بتقول انا عايز اصحى الساعه كذا وبتصحى الساعه كذا؟ فاكر لما كانت الدنيا برد وكذا وانت برضو رحت وعملت السباق الفلاني؟ ففكروا بالحاجات اللي تساعده وتفكره وتخليه يثبت مع نفسه. فدي اول لغه. اللغه الثانيه هي لغه ايه؟ في لغه سهله انا هقولها لكم بالايه بالحاجات الاسهل: كواليتي تايم. الكواليتي تايم. احنا دلوقتي كلنا مشغولين، وفي 150 الف ديستراكشن، الهاءات شغلانه، تليفونات على تلفزيونات على انترنت على سوشيال ميديا، على شغل على بيت على اصحاب على زوج على اولاد، كل دي الهاءات. الكواليتي تايم معناه الوقت اللي انا بقضيه مع البني ادم ده او البني ادمه دي، الحد اللي انا بحبه. اوكي، وده وقت منقطع النظير. يعني ايه؟ يعني انا مركز معاه، مركز معاه هو او مركز معاها هي. عينيا في عينيهم، مش ماسكه التليفون. اوكي. ايديا في ايديهم لو هم حبايبي قوي.
قاعدة معاهم، لما بيتكلموا بسمعهم، دماغي مش شغالة في حاجة تانية، مش كل شوية ايه قلت ايه ها ما تعمل ايه ماشي، ما بقاش بقى قاعدة معاهم وانا مش معاهم من جواي. فكواليتي تايم هو وقت ذو جودة. جودة ليه؟ علشان انا انتباهي معاهم تماما، سامعاهم وحساهم وعايزة اقعد معاهم. الاحسن ان انا لما اتكلم مع حد انا بحبه اسيب اللي في ايدي وادي نفسي فرصة اني اقعد واهدى واتكلم واركز معاه واسمعه ويسمعني وارد عليه ويرد عليا. الكواليتي تايم ده لغة من لغات الحب، مهم ان احنا نعرفه. اتفقنا على اللغتين اللي قلناهم الكواليتي تايم، واتفقنا على الوردز اوف افرميشن او الكلمات البناءة او الكلمات التوكيدية. ايه كمان؟ الهدايا. في ناس اللغة بتاعتها اللي بتعبر عن حبها هي الهدايا. خلي بالكم احنا الشطار قوي في اننا ندي الناس هدايا، لكن القضية في الهدية اني اقبل الهدية مش اني ادي الهدية. في ناس كتيرة شاطرة في انها تدي وصعب عليها تاخد. اللي احنا ساعات بنقول اللي صعب عليه ياخد ده اصل هو عنده مشكلة ان هو يريسيف، ان هو اللي يقبل، ان هو اللي ياخد. فبقى ممكن يكون حاسس ان هو ما يستاهلش، ممكن يكون حاسس ان ده بيحمله جميلة، ممكن يكون حاسس ان هو لازم يرد، ممكن عنده مشاكل كتيرة في الحتة دي. بس اكبر مشكلة هو انه بيمنع شعور هو بيحبه. لما احب ادي هدية ده احساس بالحب، ان انا عايزة بحب حد وعايزة اديله هدية. وفكر مش مهم الهدية غالية ولا رخيصة، المهم ان انا فكرت فيها وتعبت نفسي ورحت جبتها وشفت حاجات تانية، وحتى لو معيش فلوس وجبتها في الحدود الإمكانيات اللي عندي اللي أقدر عليها. فده برضه حب، لأني أنا ضحيت بإن أنا أجيب حاجة لنفسي أو لبيتي، بإن أنا أجيب هدية. لكن مش ده بس المشكلة. الفكرة هنا أنا فاهمين الإحساس إزاي وأنا بحب أدي هدية، لكن لما ما أقبلش الهدية أنا بمنع عن الآخر الإحساس ده اللي أنا بتكلم فيه، بحوش عنه سعادته بانه يقدر يدي هديه وان الهديه دي تتقبل وتحوز على اعجاب المهدى اليه. اوكي. فدي لغه من لغات الحب. فاتكلمنا كده على 3 لغات. اللغه الرابعه اللي كلنا بنعملها واحنا مش واخدين بالنا هي اداء الخدمات. اوكي، act of service. كلنا بنعمل خدمات لبعض، وكلنا كل منا بيقدر يعمل حاجات ما يقدرش التاني يعملها. مش شرط يعني، ممكن يبقى انا كل اصحابي بيعملوا زي اللي انا بعمله، ممكن. بس اللي انا اقصده ايه؟ ان كل ميسر لشيء معين. في حد بالنسبه له الخدمه اللي يعملها انه هو يودي ويجيب، هو قوي فيزيكالي، وبالنسبه له ان انا اودي حاجه او اجيب حاجه اقدر اعملها. احنا كأمهات ايه الخدمات اللي بنعملها حبا؟ احنا بنعمل اكل وبنعمل حلويات وبنوضب البيوت وبننظف وبنغسل وبنعمل كل الحاجات اللي احنا بنعملها دي. يا جماعه لو احنا بنعملها عرفنا ان احنا بنعملها as an act of love act of service، كتعبير عن الحب. لو انا مش بحب ابني ده مش هعمله الكلام ده، لو انا مش بحب بيتي مش هعمله الكلام ده. فده نوع من الحب. طيب ده احنا الستات. طيب والرجاله بيعملوا ايه؟ بيوصلوا لماما وبيوصلوا للدكتور وبيجيبوا طلبات، ممكن بياخدوا العربيه يودوها للصيانه ولا للتكييل للميكانيكي. بيعملوا حاجات، بيشيلوا عننا في اوقات، واخدين بالكم؟ لما احنا بنتعب كده بيقوموا يروقوا وينظفوا. يعني انتوا فكروا فيها وشوفوا ايه الخدمات اللي بتعملوها كحب لعيلتكم ولاهلكم ولاصحابكم، وانتوا هتعرفوا. طيب وايه بعد كده؟ ايه الفيزيكال تاتش؟ يعني ايه الفيزيكال تاتش؟ يعني اللغة الجسدية اللي فيها تلامس. في بعض الناس انا نسيت اتكلم بقى عن الرجاله والستات، بس عشان مش بتكلم على الحب من اجل الحب، يعني انا بتكلم علينا كبشر كلنا مع بعض. في ناس الفيزيكال تاتش عندها عالي جدا كلغة تعبيرية عن الحب. يعني ايه؟ يعني تحب ان حد يطبطب عليها، تحب ان حد يمسك ايديها، تحب ان حد ياخدها في حضنه. في ناس كده وهتشوفوهم وانتوا تقدروا تقولوا. وفي ناس اللغة دي مش عندهم خالص، ما يحبوش حد يقرب لهم، ما يحبوش حد يلمسه، عايزين الناس تبقى بعيدة، يحسوا بالقلق لو هما حد قرب منهم. اوكي. وفي ناس سيلكتيف، الناس القريبين قوي هعمل كده معاهم والناس البعاد مش هعمل كده معاهم. فدي طريقة للتعبير عن الحب. طبعا في العلاقة الزوجية بيبقى في بقى جزء تاني اللي هو العلاقة الجنسية، وده ليها الستايل بتاعها ومختلف. عنده اختبارات تقدروا تاخدوها
وتعرفوا. احنا ما بنقولش ان حد عنده لغة واحدة، احنا بنقول ان عندنا كذا لغة مع بعض، وفي لغات سايدة يعني هي دي الأكتر، وفي لغات أقل. جزء منها بيكون طبيعتنا، وجزء منها بيكون اللي اتربينا عليه. فلو اتربيت في عيلة محدش بيقرب من حد، ومحدش بيلمس حد، ومحدش بيكلم حد، ومحدش بيقعد مع حد، هتطلع الحاجات دي كلها عندي واقعة. حتى لو عندي الاحتياج مش هبقى عارفة أعبر. ممكن ابقى حاسه ان انا مش محبوبه، وممكن ابقى حاسه ان انا عندي مشاكل، لكن مش عارفه اعمل ده. ليه؟ لاني ما اتعودتش. فلما البني ادم بيبقى ما اتعودش يعمل ده، بيبقى حاسس بالحرج، بيبقى حاسس ان هو مش عارف يعمله في اي وقت بالظبط، بيبقى خايف يعمله، يترفض. لان مشكلتنا في التعبير دي ان لو الاخر مش على نفس الموجه او مش فاهم ردود افعاله، نتيجه لغات الحب المختلفه بالنسبه له، ممكن تشكل بقى ايه هنا المشكله الاساسيه. لان لو احنا لغات الحب بتاعتنا مش compatible، مش قريبه من بعض وما احناش فاهمينها، هيحصل احساس بالرفض واحساس بعدم الحب. اوكي؟ فكل واحد لما بيدي اللغه بتاعته بيبقى حاسس انه بيدي منتهى الحب. لو المستقبل لغه مختلفه، هو مش واصله اللي انا بديهوله. ولو انا لغتي مختلفه تماما عنه، يبقى هو هيحس انه مش بيتحب despite كل اللي انا بعمله، ورغم من كل الافورت. مهم جدا ان نعرف لغات الحب بالنسبه لنا ايه. اهالينا علمونا على قد ما يقدروا، على قد ما يعرفوا. ما كانوش بيعرفوا الكلام ده، او يمكن كانوا بيعرفوا. دورنا ان لما يجي لنا الوقت ان احنا نتعلم ونعرف، نعرف ونتعلم ونعرف عن نفسنا في الاول. اهم حاجه في الدنيا. ثم نبتدي ندور على الاخرين. اذا كنا نسالهم، اذا كنا ننوتس يعني نبص نعمل اوبزرفيشن، نتفرج كده ونشوف والله صاحبتي دي دايما بتعمل ايه. بتجيب لي طبق مثلا قطايف في رمضان، بتجيب لي حاجه هي عاملاها بايدها، ده اكت اوف سيرفيس فظيع. واخدين بالكم؟ بتقول لي طيب انت جايه؟ لا، طب انت رايحه فين؟ ده انا هوديكي ده، او انا هاجي اقعد معاكي لو انت مستنيه ده. ده اكت اوف سيرفيس. واخدين بالكم؟ بتجيب لي هديه وهي جايه، يبقى ده الجيفت. بتفضي نفسها مهما كان مشاغلها وتيجي تقعد معايا وتزورني، يبقى ده الكواليتي تايم. لو ما بتشوفني بتاخدني في حضنها وتبوسني قوي، يبقى ده الفيزيكال تاتش. انتوا بقى مين؟ ايه ترتيبهم بالنسبة لكم؟ ايه اقوى حاجة بتعبروا بيها عن حبكم؟ وايه اكتر حاجة تحسسكم ان انتوا محبوبين؟ وايه اللي بعدها؟ وايه اللي بعدها؟ وايه اللي بعدها؟ لو موضوع الحب ده لقيتوا انه هو interesting بالنسبة لكم، عايزين تسمعوا اكتر، تعرفوا اكتر، هتلاقوا حاطه لكم لينك لمحاضرة انا عملتها واتكلمت فيها مش بس عن لغات الحب، عن حاجة اسمها خزانات الحب، وعن مراحل العلاقات. وهتلاقوا فيها معلومات مفيدة كتير جدا جدا عن الحب. هتلاقوا اللينك، ادخلوا عليه وتقدروا تشتروا المحاضرة دي، وتقدروا ان انتوا تسمعوها. واتمنى لكم ان انتوا تستمتعوا بيها، وتلاقوا فيها معلومات تفيدكم، للي هيتجوز وللي متجوز وللي عنده اصحاب وعنده اهل وعنده اولاد وعايز علاقته بيهم تبقى احسن. مهمة جدا. واشوفكم بكرة ان شاء الله. الى اللقاء.